انت حاولت كتير قوي لحد ما دخلت نفسك في الدوامة انت مش عارف تخرج منها. ممكن تكون الدوامة دي علاقاتك، أهلك، شغلك، حتى ممكن كمان تكون أجازتك. لكن في الحقيقة الدوامة دي هي نفسك. دورت كتير عن القبول أو الاحتواء أو شخص يسمعك بجد. دورت كمان عن الحب والأمان والاستقرار. عمال بتهلك نفسك في محطات كتيرة قوي ما كانش المفروض تقف فيها المدة دي كلها، لأنها استنفذتك وأرهقتك. والنهاردة انت لقيت نفسك غرقان بخيبات المحاولات اللي انت عمال تحاول فيها. بس للأسف انت مركزتش في إنه ولا يوم من اللي انت مريت بيه هو انعكاسك الحقيقي، نظرتك لنفسك. الشخص اللي انت حبيته، شريكك اللي ما حبكش بنفس مقدار الحب اللي انت حبيتهوله، وده انعكاس لكرهك لذاتك. وأهلك اللي ما قدموش ليك الاحتواء اللي انت كنت عايزه لما كبرت، هو انعكاس لهروبك من ذاتك. صاحبك اللي غدر بيك هو انعكاس لعدم وثوقك بذاتك. كل المحطات دي مرت من خلالك، بس انت للأسف ما مرتش من خلالها. دي الحقيقة اللي لازم تعرفها. كل واحد من اللي اداك درس دول كمل طريقه عادي جدا علشان يدي غيرك درس تاني. وانت خبطت على محطات كتيرة قوي وأبواب كتيرة قوي وحاولت تصلح علاقات كتيرة قوي، لكن كل ده ما حصلش. جه الوقت اللي بجد تركز مع نفسك وتسمعها ولو حتى مرة واحدة، وتركز على اللي جواك وتاخد موقف بجد اتجاهها علشان ما تخسرش تاني.